السلام عليكم. جروب كود فاست 1 ده اي اي موديل من شركة اكس. انا ما شفتش اعلان رسمي من اكس على الموديل ده، بس لقيت وين سيرف على تويتر حاطه تويته بتقول ان جروب كود فاست متاح عندها دلوقتي بشكل مجاني على وين سيرف لليميتد تايم، ما حددتش وقت معين. لو بصينا هنا هنلاقي ليه روبنسون اعلن ان جروب كود متاح على كيرزر بشكل مجاني لمدة اسبوع واحد بس. وهنلاقي اغلب الاي اي دي ايز عليها برضو الجروب كود فاست 1 وكاتبه ان هو لمده اسبوع، فواضح ان الجروب كود هيكون متاح لمده اسبوع بس بشكل مجاني. جميل. وهنا قال لك ان الاسعار بتاعتها هو مشهور ان هو سريع، هنعمل له مقارنه في الفيديو ونشوف هو سريع ولا لا. والاسعار بتاعته 2 سنت لكل مليون انبوت ودولار ونص لكل مليون اوتبوت. جميل. طيب نفس القصه بالنسبه للفي سكود، هنلاقيه موجود دلوقتي في الفي سكود البريفيو مود، وهنعمل مقارنه في الفيديو ده ما بينه وما بين جي بي تي. ليه هنعمل ما بينه وما بين جي بي تي؟ للي ما يعرفش ان ايلون ماسك كان من الفاوندر بتوع اوبن اي اي. يعني في ديسمبر 2015 لما شركه اوبن اي اي تم تاسيسها كان ايلون ماسك احد المؤسسين بتوعها، وبعدين انسحب من مجلس الإدارة سنة 2018. وكان سبب الانسحاب عشان كان في تعارض مصالح ما بين شركة اوبن اي اي وشركة تسلا، لأن تسلا كانت هتبدأ تدخل الذكاء الاصطناعي في العربيات بتاعتها، فانسحب من مجلس الإدارة. فاحنا هنعمل المقارنة ما بين جروب من شركة اكس وجي بي تي من شركة اوبن اي اي على اساس ان ايلون ماسك كان شغال في اوبن اي اي وطلع منها، فيعتبر هو منافس لاوبن اي اي. طبعا هم كلهم منافسين لبعض، بس هناخد المقارنة ما بين الجي بي تي 5 وما بين الجروب كود فاست ونشوف مين الاسرع. تمام. انا هنا عندي فاتح في الفيس كود فولدر فاضي اسمه كود فاست، هنشغل عليه الموديل جروب كود فاست، وعندي نسخة تانية هنشغل عليها الجي بي تي 5. يعني لو جينا فتحنا ده كده هنشغل عليها الجي بي تي 5، وهيكون المثال بتاعنا نفس المثال اللي بنجرب بيه اللي جربنا بيه الجيميناي وغيرها. جميل. طيب خلونا نجهز برومبت. هاجي هنا واقول له add prompt file. اوكي نيو prompt جوه فولدر prompt هسميه sample app. اوكي وده المود بتاعه هيكون في الايجنت، خليه في الايجنت مود. تمام. وهاخد الفولدر ده زي ما هو هحطه هنا. جميل. طيب خلونا نقفل دي ونجيب النسخة التانية اللي هيشتغل عليها الجي بي تي حطينا فيها البرومبت، ونقفل دي. جميل. ونقلل ده كده شوية ونطلع ده كده، ونجيب ده كده نخلي ده هنا فول سكرين، ونيجي هنا اوكي ده نفس القصه فول سكرين. تمام. بقوا كده الاثنين جنب بعض. حلو. طيب احنا هنا فين؟ ده في الكود فاست وده هنا ايه في الجي بي تي. هاجي هنا اقول له هنا السامبل برومبت، وهنا السامبل برومبت سامبل برومبت بدل ما نكتب، وهنا جي بي تي 5 منيو، وهنا ده ايجنت، وده هنا ايه الكود جروب كود فاست. هدوس انتر هنا وادوس انتر هنا. يلا بينا. اوكي enable access to كذا موديل اوبن اي اي جيميناي enable، وهنا enable. اوكي Copilot require an empty directory continue. اوكي هنا الكوبايلوت طلب مننا ايه يعمل ايه، ده هنا الجروب كود. اوكي وده هنا حط لنا ايه، وده الجي بي تي 5 عمل تو دو ليست هنا. اوكي وبدا اوتوماتيك ايه يروح يكتب الابلكيشن. هدوس هنا باي. كونتينيو. ده ايه جي بي تي 5، وهنا ده ايه الجروب. لغايه دلوقتي الجروب هنا ما عملش اي حاجه، يعني اوكي انتر. الجروب لغايه دلوقتي هنا ما عملش اي حاجه. كونتينيو.
اوكي هنا برضو وقع. اوكي خلينا نقفل دي كده ونشوف ده بيقول ايه. نفتح ده كده هنا فول سكرين عشان نشوفه، وهات لنا ده فول سكرين عشان نشوفه. طيب يلا بينا. MPX SV. ايه اللي حصل؟ خلونا نكمل هنا نشوف. اوكي بدأ يظهر دلوقتي. عمل تو دو لسه عاملها دلوقتي. البروجكت سيت اب خلصت وكده. اول ستيب ده بالنسبه لايه؟ للجروب. وعندنا هنا الجي بي تي هو شغال شغال شغال. اول ستيب عمل جامب مره واحده، خلص اول ستيب، وفي تو ستيبس لسه، وبعد كده نط على الستيب الثالثه خلصها. هنا الجي بي تي 5 حصل فيه فيل وهو بينستول الباكج. وهنا الجروب خلينا نشوف وصل لفين. اعتقد ان هو خلص. ران تشيك، هيعمل تشيك. خلص كل التودوز اللي عنده. خلونا نشوف وصل لفين. ران تشيك. وده هنا لسه بينستول. زيرو فاوند وورنينج. واقف فين تاني هنا؟ اوكي ده هنا ايه؟ خلص. خلينا نشوف البروجكت موجود هنا ولا لا. ده مش شغال. هنقول له ران الديف npm run dev. وده هنا run dev silent برضو. هنا مفيش dev. وده خلينا نشوف وصل لفين. ده الجروب ضارب. اوكي وعندنا هنا خلينا نشوف ده وصل لفين. run dev. هنيجي هنا ونقول له fix build issue. بس سريع على فكرة، يعني أنا ملاحظ إن الجروب سريع. يران بريفيو هنا في الجروب بعد ما عمل البيلد. وقع لما جه ران البريفيو. اوكي خلينا نشوف. اشتغل نايس. جروب خلصها. ولسه جي بي تي لسه شغال. بيتريت على حاجات وبيعدي على حاجات وبيغير. وكده جروب خلصها. خلص ايه؟ ابلكيشن معمول سفالت كيت مع تيل ويند. يعني بنسبه كبيره شايفه كويس وسرعته كمان كويس. يعني هنا كونتاكت اس. خلونا نفتح النتورك ونشوف بس ايه. خلينا نرجع هنا. ده لسه ايه؟ شغال. لسه بيعمل انستول ولسه ايه؟ بيكتب في حاجات. خليني احاول اسبمت. هنا في كلاينت سايد فاليديشن. اوكي ونحط هنا اي ايميل. نحط هنا اي مسج واقول له روح. كاركترز كمان. اوكي روح. ما عملش اي سيميوليشن بس ايه هو ايه كستيت كده خلاص. جميل جدا. طيب ده وصل لفين؟ if I GitHub Copilot if you ask my name Copilot. ايه اللي جاب نيم دلوقتي؟ fix CLI. طيب or if كذا. طيب خلونا نرن ده. اوكي خلونا نرن ده هنا. هو ده كده خلص دلوقتي. خلينا نجيب التيرمينال ونقول له هنا ايه. مفيش الكلام ده. طيب npm run dev. مفيش. npm run preview. npm run build الاول. هو ده خلص. هنا جايب ايه؟ انا فين؟ في الجي بي تي صح كده. انا جوه الجي بي تي. اوكي npm run dev. جايب ايه؟ invalid command dev svelte cat help for كذا. اوكي وده قام عادي. يعني ده قام عادي وده لسه ايه؟ هنا فيت ديف وهنا ايه svelte cat. يعني حتى بصوا هنا. خلونا نقفل الكلام ده بقى كده. اوكي هنا ده عايز يقومه بالسفلت كات. تمام. وهنا ده شغله ده فيت. جميل. ايه تاني؟ خلينا نفتح هنا كده. ده جاب ايه؟
ده سفلت كيت وده سفلت كيت. اوكي حط اوتو بريفكسر يعني هنا، وحط فيد بلجن. اوكي هو عنده اخد فيد بلجن بس هو ما عملهاش فيد، هو عايز يقومها سفلت كيت على طول. تمام. وهنا ده نزل الفي بلجن اوكي والاوتو ادابتر. اوكي وهنا تايب سكريبت ماشي. يعني هو انا شايف كريزلت النتيجه اللي طالعه. هنا الفيرجن كام كمان الاسفلت كيت 1. يعني هنا ده الفيرجن اللي منزله الجروب كود، منزل اسفلت الاصدار الثاني. اوكي وهنا اسفلت كيت جي اس منزل الاصدار الاول. ما اعرفش ليه نزل الاصدار ده، ممكن يكون هو تريند، هو اتدرب على الاصدار ده، معنى كده ان ده يعتبر اوت ديتد شويه. ده احدث منه، يعني هنا برضو ده نزل اسفلت الاسفلت الفيرجن 5 وهينزل اسفلت فيرجن 4. جميل. خلونا نبص على اكسبلورر كده ونشوف الفايلز اللي اتعملت. اوكي هنقفل ده كده. هنيجي هنا، انا عندي هنا ستاتيك، هنا حط كله جوه السورس. اوكي عندي هنا سورس، ده قسمها لراوتس وستايلز، ده عملها ليب لايبراري وعملها راوتس. جميل. اوكي هندخل جوه الراوتس، عندي هنا كونتاكت واللاي اوت. اوكي ده ستاندرد ده ستاندرد. عندي هنا اندكس وحط هنا الاب دوت سي اس اس. طيب هو هنا فين السي اس اس؟ ما حطش ولا سي اس اس ولا حط اي حاجه، حطها جوه الستايلز. اوكي جلوبال كجلوبال ستايل نايس. اوكي تمام. وهنا حط الاب وخلاص. تمام. وعندي هنا الراوتس وعندي هنا الاسيتس وعندي هنا ايه السيرفر، عمل سيرفر في الكونتاكت، عمل سيرفر هنا الكونتاكت ما عملش سيرفر، فده معناه ان هو كان هيموك الاي بي اي، هنا ما عملش موك. جميل. طيب هو في بعض طبعا في اختلافات كسرعه، انا شايف ان الاسرع كان الجروب. النتيجه اشتغلت زي ما انا عايز كان جروب، وكفيرجننج كمان ديبندنسي الاحدث هو جروك. مع ان جروك عدى منه موضوع هنا في الكونتاكت اصل احنا قلنا يموك الداتا، الجي بي تي عملها بس للاسف هو ما قدرش ان هو يقوم السيرفر. احنا مش هنفكس، احنا بنجرب بس كده زي دراي ران كده، بنشوف هو بيشتغل ازاي. فكده واضح ان الجروك كود فاست، هو فاست بجد، هو اسرع بجد من الجي بي تي 5. اي نعم احنا بنجرب مع النسخه الميني بس هو اسرع منها، والنتيجه مرضيه، النتيجه طالعه كويسه واشتغلت على طول. اي نعم قابله مشاكل بس قدر ان هو يعمل لها باي باس وطلعت النتيجه اللي احنا عايزينها. كده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو، نشوفكم فيديو تاني ان شاء الله.